متابعي قناة اسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا او الصورة اللي هنتكلم عنها النهاردة دي من جهاز الاعطال اللي هو الستار. برنامج الاكسنتري اللي هو خاص بتشخيص الاعطال، والعطل اللي معانا النهاردة في عربية زي ما احنا شايفين فوق خالص كده WDB 963، يعني العربية دي MP4. في كنترول السي بي سي هو بيعادل كنترول FR في الموديلات القديمة، اللي هو كنترول القيادة او كنترول الكابينة ايا كان المسمى، وبيكون متصل باكتر من كنترول اخر من خلال الكام باص. وشرحنا في فيديو قبل كده يعني ايه كام باص. العربية هنا او المشكلة اللي عندنا النهاردة شكوى من ارتفاع درجة حرارة، يعني هو السواق بيشتكي ان عنده في العربية بتسخن، يعني في حاجة اسمها اوفر هيتنج، يعني المحرك بتاعي درجة حرارته بتعلى. طيب ماشي. في عطلين متسجلين عندي هنا في السي بي سي. في عطل مش يعني ما يخصش القصه اللي انا عندي دلوقتي او العطل اللي موجود عندي. العطل اللي عندي طبعا 1E F0EC. ممكن طبعا ادخل على الاكواد اعرف معناه ايه بالظبط. خلينا نتفق على حاجه بسيطه يا جماعه، نسهل على نفسنا موضوع الاكواد والكلام للناس اللي مثلا عندها مشكله في اللغه الانجليزيه. يعني ما تعقدش الموضوع على نفسك، يعني انت حاول تفهم من الجملة اللي قدامك مصطلحين ثلاثة كده، تفهم منهم المحتوى بيدور عن ايه بالظبط، او المشكلة في ايه بالظبط. يعني ما تقعدش تترجم دي وتترجم دي وتترجم دي. مثلا انت شفت مثلا كان، عرفنا كان دي يعني ايه كان باص، عرفت ان كان باص دي حاجة بتنقل الداتا او البيانات بين الكنترولات. مش ما فهمتش اللي بعدها، لقيت كلمة كنترول يونت، يعني كنترول زي ما احنا عارفين A60 اكزوست مش عارف تريتمنت سيستم اي سي ام. طبعا انا عارف ان ده كنترول البيئة، يبقى في مشكلة كده بين كنترول البيئة والكام باص، وطبعا ده كنترول السي بي سي، يبقى كده في حاجة بين في الكام باص اللي بتربط السي بي سي بالكنترول الاي سي ام ببساطة. ده طبعا ما يهمنيش قوي في العطل اللي هنتكلم عنه، لان العطل بتاعنا اوفر هيتنج او ارتفاع درجة حرارة المحرك، فده مش متعلق بالكام باص خالص. متعلق بيه اللي هو الجزء الثاني او العطل الثاني الموجود عندنا، اللي هو حاجه اسمها كومبوننت A54 lower radiator shutters control unit sluggish or blocked. تمام. انا مش فاهم برضو القصه ايه، يعني ايه الدنيا، ايه الكلام الكتير ده، يعني انا مش قادر اترجم ده كله. ما خلينا كده اللور راديتور يعني حاجه الراديتير، في حاجه في الراديتير، مثلا الراديتير في حاجه كهرباء في الراديتير. مفيش حاجه كهرباء في الراديتير، لكن في حاجه قبل الراديتير اسمها الشاترز او البوابات. البوابات دي يا جماعه دي نظام جديد معمول في الاكتورس MP4، حاجه كده زي الريش، زي الشيش بتاع الشباك بالظبط، بزاويه ميل. الشيش ده بيقفل ويفتح كده، تمام، عشان يقدر يدخل كميه الهواء للراديتور بتاعي عشان يتم تبريد الميه. يعني مش زي العربيات القديمه ان هو الهواء داخل على طول، لا، هنا بيقفل ويفتح على حسب انا محتاج ابرد قد ايه. يعني انا في بدايه تشغيل العربيه مش محتاج ابرد، انا عايز العربيه تسخن بسرعه فبقفل، طبيعي انه يكون مقفول. الشاترز دي اللي هي البوابات دي تكون مقفوله. وعشان العطل اللي قدامنا دلوقتي هيفتح المجال ان احنا نعرف الشاترز دي ايه بالظبط. يعني انا ممكن اقول لك انا خلاص في مشكله عندك الموتور او وحده التحكم في الشاترز السفليه. طبعا في احنا عندنا في زي بوابات كده للراديتير علويه وسفليه، في جزئين، في جزء فوق جزء تحت. تمام. الجزء اللي تحت هو اللي فيه المشكله، الكنترول ده بتاعه مش شغال، او في حاجه بتعوق حركه البوابات دي او المصاريع دي يعني. ففي مشكله عندنا ده. طبعا لو البوابات دي مقفوله وانا محتاج تبريد، فكده ايه ممكن فعلا تسبب اوفر هيتنج عندي او ارتفاع درجه حراره. طيب انا عشان اكمل في القصه دي لازم طبعا ادخل على حاجه، يعني اعرف اشوف الشكل ده عامل ازاي. احنا كده بنتكلم في الهواء، لا ندخل نشوف شكل الموضوع ده عامل ازاي. ده ببساطه الشكل بتاعنا. الشاترز، في شاترز لور شاترز والابر شاترز. الشاترز قلنا احنا حاجه عامله زي الشيش كده، ده بيفتح لفوق ويقفل لتحت، ده يفتح لفوق كده يدخل هواء او لتحت. هنا طبعا ده الكنترول بتاعي او الموتور بالظبط، اللي هو بيحرك الحاجه دي، بيفتح البوابات دي ويقفلها. في زي ما في فوق، في جزء فوق في جزء تحت سفلي، طبعا برضو في بيتحكم فيه عن طريق هنا الموتور بتاعه اللي هو كنترول يونت، بيتحكم في البوابات دي، بيفتحها ويقفلها على حسب الحاجه بتاعتها. طيب ايه اللي بيتحكم في حركه البوابات دي؟ يعني البوابات دي بتفتح بناء على ايه، ولا في يعني ايه، في حاجه بدوس عليها؟ لا، مفيش حاجه خالص. تحكم الكتروني يا جماعه عن طريق الكنترول ACM، ماليش دخل بيه خالص تماما. يعني انا مش اللي بفتحها يدويا ولا اي حاجه، لا، الكنترول هو بيتحكم في الكلام ده. عن طريق ايه بالظبط؟ في كام عامل كده يعني معانا هم اللي بيأثروا في الكلام ده كله، امتى بيفتح الابواب دي وامتى بيقفلها. طيب نشوف الاول العوامل اللي بتأثر على فتح وقفل الحاجات دي.
وبعدين نشوف امتى بيكونوا مفتوحين وامتى مقفول. الحاجات اللي بتأثر على فتح وقفل البوابات دي حوالي مثلا عندنا 8 عناصر. تمام. اول عنصر منهم يعني خلينا نبدأ بالاهم الاول اللي هو درجة الحرارة. درجة حرارة المحرك او درجة حرارة سائل التبريد. خلينا متعرفين درجة حرارة، اما اقول درجة حرارة المحرك يعني درجة حرارة سائل التبريد. تمام. ده عامل من العوامل اللي بتأثر في عملية فتح وقفل البوابات دي. يعني كنترول بياخد الإشارة دي ويحللها وبعدين يشوف ياخد أكشن مع البوابات بتاعتي أو المصاريع أو الشاترز اللي احنا قلنا عليها. سرعة المحرك الار بي ام بتاعت المحرك. تمام. دي رقم 2. درجة حرارة الهواء الجوي، درجة حرارة الهواء الجو المحيط يعني. درجة حرارة الهواء اللي داخل المحرك اللي هو جاي من الانتركولر رايح على غرفة الحريق بتاعتي. سرعة العربية نفسها بيحدد برضو الكلام ده. التكييف، مشغل التكييف او مبطله، مشغل فرملة المحرك ولا لا اللي احنا بنسميها تشوك، مشغل فرملة الريتاردر او الريتاردر مشغله ولا لا. كل العوامل دي بتأثر في موضوع فتح وقفل الشاترز بتاعتي. تمام. عشان بس ما نعديش على عطل كده ونمشي، لا نشوف ايه امتى بيبقى مفتوح وامتى بيكون مقفول الكلام ده. تمام. طبعا زي ما احنا قلنا في جزء علوي وجزء سفلي، كل واحد ليه تحكم منفصل. يعني ده بيفتح، ممكن يكون واحد مفتوح وواحد مقفول، ممكن الاثنين مفتوحين، ممكن الاثنين مقفولين. طب ايه اللي بيتحكم في القصه دي؟ تمام. بيتحكم فيها الاوبريشن اللي بيتم داخل العربيه او كونديشن الفييكل بتاعتي. اوبريشن كونديشن يعني ظروف تشغيل العربيه. يعني ايه ظروف تشغيلها؟ يعني العربيه دلوقتي عامله ازاي، شغاله، مبطله، ماشيه على سرعه، مش ماشيه على سرعه، في فرامل شغاله. دي اسمها ظروف تشغيل العربيه بتاعتي. طيب اول نقطه عندي حاجه اسمها ignition off او بريك باركنج بريك كلوز. تمام. يعني عندي ايه، انا مبطل العربيه بتاعتي ومشدد فرامل اليد. ففي الحالتين دول، في الحاله دي قصدي، او في الكونديشن دي، يبقى عندي الابر اللي هي العلوي. تمام. خليها يا جماعه ان نعرف الكلمه دي، الابر علوي، لور سفلي. يعني دي اللي هي الفتحات اللي هي العلويه بتكون مفتوحه والفتحات السفليه بتكون مقفوله. تمام. مش شرط نحفظ، يعني ممكن نفهم الدنيا عامله ازاي كده. الانجن راننج باركنج بريك اوبن. تمام. انا دورت كده ورحت يعني ايه سايب فرامل اليد، الباركنج بريك فرامل اليد، انجن راننج. تمام. يبقى الاثنين بيفتحوا. انا تمام. انا كده مشغل المحرك. تمام. وفاتح يعني شايل فرامل اليد. الفييكل اكسلريتس. تمام. العربيه بتسحب. يعني ايه بتعمل اكسلريت؟ يعني بتعمل تسارع، يعني بتمشي بتاخد السرعه بتاعتها لحد كام؟ 55. يعني لو سرعة العربية 55 بيبقى الاتنين برضو مفتوحين. تمام. ما انا الكلام ده يا جماعة مش هيفرق معايا، لان العربية هي اللي بتتحكم فيه. يعني انا مش لازم احفظ عشان افتح واقفل. هو مش هفتح واقفل، هو العربية نفسها بتتحكم فيه. بس العلم بالشيء، يعني اعرف امتى بتبقوا فاتحين الاتنين امتى قافلين كده. يعني عشان انا مثلا لو لقيت واحد منهم مقفول يبقى كده في مشكلة مثلا. يعني تمام. في عندي مثلا عربية سرعتها 55 ومش محتاج تبريد. تمام. فبيعمل الاتنين مقفولين. تمام. نو كولينج، مش محتاج تبريد. لو السرعة نزلت عن 55 ومحتاج تبريد، فاللي بيكون ده مفتوح وده مفتوح برضو. تمام. سرعة العربية 20 كيلو متر بيبقوا الاتنين مفتوحين. الاير كونديشن، شغلت التكييف بيبقوا الاتنين مفتوحين. شغلت الريتاردر يبقى ايه الريتاردر فيه حالتين، الريتاردر او التلمة فيه حالتين. تمام. في حالة بيفتح وقتي، بيفتح البوابتين دلوقتي، وفي حالة بيفتح بعد 5 ثواني. تمام. الوقتي اللي هو خلينا نبدأ باللي هي بعد 5 ثواني. لو هو مثلا لو الباور اللي هو البريك باور، يعني قوة الفرملة اللي هي واقعة على داخل الريتاردر او التلمة، القوة دي مثلا اقل من 150 كيلو وات مثلا، فبيبقى بيفتح بعد 5 ثواني. طبعا الكلام ده انا مش هقدر اعرفه يعني وانا شغال في العربية. هو دي حاجة الشركة يعني السيستم يعني ده مبرمج على كده. السكندري ووتر ريتاردر اللي هو الريتاردر لو شغال على البريك بتاعتي، قوة الفرملة اللي تمت اكبر من 150 كيلو وات بيفتح دايركت في الحال. تمام. عشان يوفر التبريد اللي هو رايح للريتاردر بتاعي. درجة الحرارة بتاعتي اكبر من 97. تمام. احنا عارفين طبعا في الام بي 4 درجة الحرارة التسعينات دي حاجة عادية، مش حاجة كبيرة يعني. لو زادت عن 97 فبيفتح العلوية، وبيفتح السفلية في الحال immediately، يعني حالا في وقتها، ما بياخدش فيه فترة تقريبا 30 ثانية بين الفتح والقفل. لا هنا بيفتح حالا. تمام. لو اكبر من 98 بيفتح الاتنين مع بعض، بيبقوا الاتنين مفتوحين. لو درجة حرارة الجو عندي اعلى من درجة حرارة الجو، درجة حرارة الهواء اللي داخل المحرك اعلى من درجة حرارة الجو ب8 درجات، بيفتح الاتنين. تمام.
لو درجة حرارة الهواء اللي داخل المحرك اعلى ب10 درجات من درجة حرارة الجو برضو بيفتح الاتنين. يعني ده العلم بالشيء طبعا، لان الموضوع ده مش هيفيدني قوي، انا مش هفتح ولا اقفل حاجة، الكنترول هو اللي بيتحكم في الكلام ده. لكن يا جماعة الموضوع ده للعلم بالشيء ده طبعا الشكل التوضيحي للشترز دي او اللي هي البوابات ده طبعا اللي هي العلوية بتبقى هنا جوه طبعا، مش الشبكة جوه تحت الشبكة. وهنا برضو نفس القصة بتبقى في الجزء السفلي ده اللي احنا قلنا عليها، اللي هي فيها المشكلة اللي جابت العطل عندي، اللي هو اللور راديتور شاترز كنترول يونت فيها سلاجش او في بلوكد، يعني فيها مشكلة داخلية. تمام. اتمنى يكون يعني شخصنا العطل صح او عرفنا الناس معلومة عن العطل اللي ممكن يواجهه، وشرحنا موضوع الشترز والبوابات دي وبتحكم فيها ازاي، العربية بتحكم فيها ازاي بدون تدخل مني مباشر. طبعا الكنترول هو اللي بيعمل الكلام ده. ما تنسوش طبعا يا جماعة تدوسوا لايك وتدعمنا بكومنت، ولو اول مرة تابعنا اشترك في القناة وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس طبعا.